في هذه المباراة. نعم، يعني هو الحقيقه استخدم استخدام غير سليم في الماتشات اللي فاتت. في ماتش لعب سيرد باك، طبعا ما عندوش المهارات انه يلعب سيرد باك او التاكتكس بتاعت السيرد باك. لان هو احيانا يحب ان هو يستخدم الكوره ويرقص ويفوت وحاجات زي كده، لما تعملها وانت سيرد باك وتعمل العمليه ديت عرضه لان الكوره دي هتبقى في طول، عايز تلعب سيف وانت بتلعب بقى في سيرد باك. فهو عشان كده يعني حتى المدرب فات وظيفه باك شمال، برضه باك شمال مش عديته، اللي هو عديته باك يمين بعد ديبيس باك ليفت. وحتى يمكن يعني مدرب المنتخب لو نتذكر قبل كده لما لعب بالجزائر، هو لاعبه طبعا الماتش بتاع البنك الاهلي. يعني ماتش البنك الاهلي عمل تغييرات كتيره ولاعبه هو برضه. فطبعا هو بعيد عن المباريات. هنا بتبقى المشكله الرئيسيه، النادي الاهلي عشان اديله فرصه لازم العب ماتش واكون متحكم فيه وكسبان مثلا بسكور كويس وانزله في وسط الماتش وانا كسبان مش خايف من النتيجه. يا باشا تحياتنا لعمر كمال ودي جي ساسو وحمو بيكا ريميكس، لكن برضه هاني بكرايت على وضعه. والحقيقه الترجي حبيب اخوه هيقابل سان داونز. لعبهم يا حبيب اخوك كده واكسبهم وتعالى لنا بقى العربي في الفاينل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ندغدغهم يا ترجي، وكلنا يا الترجي يا الترجي يا الترجي. هنشجع الترجي في برشا في المباراه دي. هيكسب بقى ايه بسان داونز ويقابل اخوه يا حبيب اخوك. يعني بص امانه عليك يا شيخ، تخلصنا من الفرقه دي ان شاء الله. يعني كل مبارياته لغايه الفاينل زي ما احنا عارفين، الماتش الاولاني بره والتاني هيبقى جوه. على فكره عمرو السوليه بيراميدز دخل عليه وعقده بينتهي مع الاهلي من نهايه هذا الموسم، والاهلي عمال في التجديد يقول لك انا هجدد 35 سنه. عمرو السوليه على فكره يعني هجدد سنه واحده والسنه الثانيه بعدد مشاركات معين، والكلام اللي انتوا عارفينه ده بالنسبه لعمرو السوليه. الترجي بالمناسبه هو اكتر فريق اتغلب من الاهلي في دوري ابطال 8 مرات. السنه اللي فاتت كسبانين رايح جاي في دوري المجموعات. النهارده باكد الزمالك وراه 6 مرات تاني اكتر فريق الاهلي النهارده انتصر عليه في افريقيا، لان قال لك انا مهما ربنا اداني مش هفرط في المركز التاني.